في عمر 14 15 16 حتى ل 18 عام. فهاد العمر تكون عرفتي بزاف ديال الناس، منهم اللي ولاو صحابك اللي باقين معاك دابا، ومنهم اللي فرقاتكم الظروف، ومنهم اللي كرهتي حياتك بسببهم. ولو كان ترجع بك الوقت اللور كنتي تفضل تموت وما تعرفش عليهم. ملي كتعرف الحياه مزيان وكتزيد تنضج كتولي تعرف شكون هما الصحاب ديال بصح اللي خاصك بصح تكون صاحبهم، وشكون هما الصحاب اللي غير كيخرجوا لك على حياتك نهار على نهار. وفي هذا الفيديو ما جيت باش نقول لك شكون تخلي ولا تخرج من حياتك، ولكن جيت باش نقول لك شكون هما صحابك ديال بصح وشكون هما اللي ماشي صحابك، وديك الساعه انت تختار شنو اللي يناسبك وشكون اللي غادي يكون صاحبك. داكشي علاش غنطلب منك دير الكيت ديالك وتجيب معاك شي كاس ديال القهوه وتركز معايا مزيان في هادشي اللي غادي نقول لك، وتتبع الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم كلشي وما تزقل والو. اولا كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ولا كانوا كيعجبوك بحال هاد الفيديوهات ما تنساش تخلي معاك لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك جديد انت الاول. وما نطولش عليكم وخلينا نبداو. اول واحد ما تعاشرش معاه هو داك خونا النمنام اللي الهضره ديالو كامله دايره غير على هذا دار ولا هذا فعل، والحاجه الوحيده اللي كيعرف يدير هاد خونا هي يحدي الناس شنو كيديروا في الحياه ديالهم. وغالبا هاد الشخص كيكون حسود وما كيبغيش شي حد يكون احسن منه، فلذلك حاول تبدل هاد الشخص بشي حد اللي هو باغي يتقرب من الله اكثر، اولا شي حد اللي باغي يبدل حياته، ولا شي حد اللي عنده طموح زوينه باش يشارك معاه في هذيك الطريق ديالو. وراه ما كاينش محسن من طريق الله سبحانه وتعالى. ثاني واحد هو داك الشخص المعكاز، هذا بالضبط غير خرجه من حياتك في اقرب وقت، حيت هذا الشخص تقدر تقول ليه اي حاجه فيها الافاده واي حاجه ايجابيه، بحال تقول ليه يلا نتريني ولا يلا نجري ولا يلا نخدموا على راسنا الى اخره، غادي تهرب وغادي يلقى لك شي عذر حيت هو ما باغي يدير والو في حياته، والمشكل في هذا الشيء غادي يعكزك حتى انت وما غيخليك دير والو في حياتك. داكشي علاش كنصحك تخرجوا من حياتك في اقرب وقت. ثالثا الشخص السلبي، هاد الشخص كتبان ليه الحياه فلو، كتبان ليه الحياه ممله، وان فوا غتبدا تهضر معاه غيبدا عليك البلاد ما عطاتناش والخدمه ما كايناش، وغالبا ما تسناش منه يموتيفيك او يشجع. وحتى الا اقترحتي عليه شي فكره ايجابيه بحال بغيتي تبدا شي مشروع جديد ولا بغيتي تتعلم شي مهاره جديده ولا بغيتي تتعلم شي لغه جديده الى اخره، غادي يكون الجواب ديالو هو هذا: لا هادشي ما عنده فاش يفيدك، راه واخا دير هادشي راه ما غاديش تنجح فيه. داكشي علاش كنصحك تعاشر مع شي حد اللي ايجابي وشي حد اللي غادي يعاونك في اي حاجه، ومن الاحسن تعاشر مع شي حد اللي عنده نفس الطموحات ديالك باش تبقاو تموتيفيو بعضياتكم. رابعا ما تريحش مع شي حد الهضره ديالو كامله دايره غير على التصاحب والبنات ولا الجنس اللطيف، هادشي كامل تخربيق في تخربيق، وفاش غتكبر في العقل ماشي في اللاج وغتفهم الحياه مزيان غتلقى بلي هادشي دار غير باش يضيع لك وقتك وما يخليكش تفوكسي في الاهداف ديالك، وما غيخليش لك حتى الوقت فين تفكر في حياتك وفي شنو باغي تولي في المستقبل ديالك. وفاش كتريح مع شي حد كيهضر غير على هادشي فراه كون اكيد ما عمرك غادي تكون داك الانسان اللي كتحلم تولي. خامسا ما تعاشرش مع داك الشخص المنتقد اللي فاش كيشوفك بديتي واحد الخطوه زوينه في حياتك وبغيتي تزيد بحياتك القدام ما كيقدرش يولي بحالك، ولكن ما كيخليكش توصل فين باغي، ضروري يهرسك ويضحك عليك، ولا طحتي وفشلتي غادي يتشفى فيك وغادي يقول لك بلي هادشي اللي كدير خاطئ وما عنده فين يوصلك. وهاد الشخص دائما كتلقاه كينتقد العيوب ديال الناس وما كيشوفش العيوب ديالو هو، فلذلك بحال هاد الشخص ما ننصحكش تعاشره وما ننصحكش تعطيه حتى الفرصه فين يهضر معاك. رسالة أخيرة، عرف شكون تعاشر ومع من تريح، وما تعطيش فرصة لشي حد اللي باغي يطيح من القيمة ديالك ولا شي حد اللي باغي غير يضيع لك وقتك، وما تعطيش فرصة لشي حد اللي باغي يفرض عليك داكشي اللي باغي هو. وعاشر الناس اللي ناجحين وناس اللي باغي تكون انت بحالهم، وعرف من كتاخد المعلومات ديالك.